هو هتتصدم لو قلت لك وجود حكم جنائي في سجلك مش معناه انك ممنوع من انك تاخد الجرين كارد. كتير قوي من الناس فاكرين ان اي مشكلة من الماضي معناه رفض فوري للجرين كارد وانه مفيش امل تكمل اوراقك للهجرة. الحقيقة ان في جرائم كتير بتأثر على اهليتك وفي جرائم تانية بتتعالج بورق او طلب اعفاء. المفتاح هنا انك تبقى صريح وتقول الحقيقة في كل استمارة وما يبقاش في اي تضارب بين كلامك واوراقك. لو دي انت اول مرة بتشوفني، انا اسمي ابانوب امين، محامي مصري ومعايا ماجستير في القانون الامريكي، وبستعد دلوقتي وبذاكر للحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة هنا في امريكا. عندي شركتي الخاصة VIP US Immigration، بساعد بيها المحامين الهجرة في كل الولايات بمراجعة الاوراق وترتيب المستندات وتجهيز النماذج المطلوبة، وهدفي ان كل القضايا تتقدم صح من اول مرة علشان نوفر على بعض وقت ومجهود كتير ونقلل فرص الرفض او طلبات الاثبات الاضافية. طيب نرجع لموضوعنا. وجود حكم جنائي مش نهاية الطريق، لانه لازم تعرف تصنف نوع الجريمة وتأثيرها على الأوراق الهجرة بتاعتك. في جرائم بسيطة زي مخالفات المرور الصغيرة، دي غالبا مش بتأثر على أهلية الجرين كارد ولا على الجنسية، لكن في جرائم كبيرة زي المخدرات أو العنف أو الاحتيال، دي بتعتبر موانع قبول وبتخليك محتاج إعفاء خاص. الإعفاء ده مش مضمون وبيتوقف على ظروف زي سنك، وقت الجريمة، عدد المرات اللي انت عملت فيها الجريمة، ومدى خطورة هذه الجريمة أو مدى خطورة هذا الفعل. مهم كمان تعرف انك لو أخفيت الجريمة في استمارة أو ورقة من أوراقك حتى لو كانت جريمة بسيطة، ده ممكن يسبب في رفض فوري وطرد من أمريكا وطبعا إجراءات ترحيل. علشان كده بنقول دايما الصراحة هي أسهل وأسرع طريق لحل أي مشكلة في ملف الهجرة. طب إيه هي أشهر الأخطاء اللي بيقع فيها الناس في المرحلة دي؟ أول خطأ إنهم مش بيستشيروا محامي مختص. في ناس بتكتب في الفورم نو أو لأ على بعض الأسئلة اللي فيها بعض الجرائم وهي بيكون عندها حكم قديم في هذه الجرائم. هم بيبقوا مفكرين إن ده مش مهم، بس النتيجة ان اليو اس سي اي اس او اداره الهجره او حتى السفاره بتجيب السجل الجنائي بتاعك كله من الاف بي اي وبيكتشفوا الحقيقه وبيعتبروا ان ده كذب متعمد. الخطا الثاني انهم ما بيطلبوش الاعفاء اصلا مع ان القانون بيديهم الحق ان هم يعملوا كده. في ناس بتفتكر ان الاعفاء ده معناه اعتراف او اذلال، لكن الحقيقه انه اداه قانونيه بتساعدك تاخد موافقه. ممكن كمان يطلبوا منك اثباتات انك اتغيرت زي شهادات حسن السيره والسمعه او خطابات من الشغل او من الكنيسه او من الجامعه. نصيحة مهمة قوي هنا، ما تحاولش تمسح او تخفي سجلك لان ده بيبان بسهولة جدا وبيخليك تخسر قضيتك بالكامل. اللي بيشتغل مع مختصين بيجهز كل الاوراق من الاول، بيختار افضل طريقة لتقديم طلب الاعفاء ده لو كان لازم في الملف بتاعك. وطبعا كل ده لازم يكون بترتيب وبتنظيم، لان اي نقص في الاوراق او خطأ بسيط ممكن يوقف الملف بتاعك لشهور كتير. وده بالظبط الوظيفة اللي انا بشتغلها مع المحامين، ان انا بجهز الملف بتاعهم بشكل كامل وبنظمه وبرتبه من اي مشكلة قبل التقديم، وطبعا هم بيراجعوه وبيتم التقديم. دلوقتي خلينا نتكلم على نوع تاني من القضايا، الناس اللي عندها اكتر من مخالفة او قضايا متكررة. في الحالة دي الحكومة بتشوف ان الشخص مش ملتزم بالقانون وبالتالي احتمال الرفض بيكون اعلى، لكن لسه في امل لو قدرت تثبت انك غيرت حياتك ومش هتكرر الاخطاء دي تاني. اديك مثلا مثال، دلوقتي شخص كان عنده قضية شرب الخمور وهو تحت السن القانوني، لكن دلوقتي بقاله سنين كتير ملتزم وبيدرس وبيشتغل. لو جه يقدم الملف بتاعه مع كل الاثباتات اللي بتدل على انه الشخص ده اتغير وبيعيش حياة مستقيمة وملتزمة وسليمة، في بعض الحالات الحل بيكون انك تستنى فترة معينة قبل ما تقدم علشان تزود فرص الموافقة. الموضوع مش موضوع سربعة وتقديم اوراق وخلاص. في طبعا كمان حالات كتير بتحتاج جلسة استماع من القاضي الهجرة اللي هي بتاع الريموفال بروسيدنج علشان يقرر لو ينفع يدخلك او يديك الجرين كارد ولا لا. كل ده ممكن يكون مرعب لبعض الناس لو معرفش القوانين او مش عارف تبدأ منين او ايه اللي ينفع يتقال. عشان كده الفيديو ده مهم جدا ليك علشان تفهم ان مفيش حاجة اسمها مستحيل، لكن في حاجة اسمها محتاج ترتيب. وانا دايما بقول ان كل حاجة ليها دايما حل. انا هنا علشان اساعدك تعمل الترتيب ده، سواء انت محامي بتتفرج عليا دلوقتي او مقدم على الجرين كارد بنفسك. في نهاية الفيديو لو عندك اي سؤال عن موضوع الجرائم وتأثيرها على الجرين كارد اكتب لي في الكومنتات وانا احاول ارد عليك باسرع وقت ممكن. ولو انت بتتفرج للاخر شكرا جدا لانك بتتفرج للاخر، اعمل لايك وشير وسبسكرايب والحاجات دي كلها علشان خاطر الفيديو يوصل لعدد اكتر من الناس، وممكن تعملوا شير مع احد من اصدقائك.